ويا السلام عليكم ورحمة الله، ومعاكم زيكا. والواحد مبقاش عارف يبدأ منين ولا منين. يعني يبدأ من مباراة في الدوري الإنجليزي اللي فيها ابننا محمد صلاح، ولا يبدأ من مباراة في الدوري الإنجليزي اللي فيها ابننا مرموش. الواحد بعد ما قعد يفكر كتير كده قال لك لا بص، لازم نمشي صح. يعني محمد صلاح برضه الأول، محمد صلاح الكبير ابننا البكر في الدوري الإنجليزي، فهنبتدي بيه. وبسم الله الرحمن الرحيم، معاكم زيكا. والصلاح يعزز رقمه، يكون سابع هداف في الدوري الإنجليزي بعد تيري هنري، بعد ما عدى رقمه. الراجل جايب 176 جول، وتيري هنري جايب 175 جول. الراجل بقى السابع في ترتيب هدافين الدوري الانجليزي عبر التاريخ. فرقم اسطوري اعجازي ما كانش حد ممكن يتخيله. ما كانش فيه مصري يجي كده في دماغه ان في لاعب مصري اتربى في مصر وكبر في مصر واحترف وراح الدوري الانجليزي وعمل الارقام دي. وطبعا الرقم دوت قابل للزياده عادي جدا. ده غير ان هو هداف الدوري الانجليزي السنه دي ب 19 هدف، وراه الحيوان اللي اسمه هالاند. هو حيوان مش معنى ان هو شتيمه، هو حيوان بمعنى ان هو قوي. وبكده محمد صلاح ينهي صيام 3 مباريات على التوالي ما كانش بيحرز فيهم اهداف. الراجل كان بيلعب من غير ما يعمل لا هدف ولا حتى اسيست. الماتش بالنسبه لي كان سهل، او بالنسبه لليفربول كان سهل، او فوق السهل بشويتين ثلاثه. ابسولوتش تاون خلاص فرقه هتهبط، ما عندهاش اي حس هجومي. الا يعني هي عملت في الماتش كله كورتين، كوره كانت عبيطه جدا وكوره جابوا منها جون بعد ما الماتش كان خلص. فيعني كان مباراة سهلة جدا لمحمد صلاح ان هو يعزز بدل الجون اللي هو جابه النهارده. بس كان ممكن يجيب جون واثنين وثلاثة، ولكن مش مشكلة. الراجل انهى الصيام التهديفي، الراجل عمل سكور جديد في هدافين الدوري الانجليزي، الراجل عزز صدارته في هدافين الدوري الانجليزي السنة دي. فيعني مفيش حاجة احلى من كده. وتاني حاجة انا عايز اشيد بيها، او تاني حد عايز اشيد بيه، جاكبو يا جدعان. يعني الراجل عامل موسم ده تقريبا افضل مواسمه على الاطلاق. موسم الراجل فشيخ فيه، بيعمل كل حاجه في الكوره، رجليه اليمين ما بيتجليش، بيعمل اوفرات جوه ال 18 فشيخه. فانا مش عارف هو فايق ليه السنه دي، بس بالنسبه لي تمام. يعني مفيش اي مشكله طالما يصب في مصلحه ليفربول يا باشا اعيش. وعشان ندي لكل واحد حقه، في الراجل السنه دي عامل فرق كبير مع ليفربول. ليفربول السنه دي عامله اداء كويس عشان جاكبو على الجناح الشمال. الراجل فايق. ونخلص من ابننا اللي في ليفربول ونخش على ابننا اللي في مانشستر سيتي، من محمد صلاح لمرموش. مرموش يا جدعان اسلوب لعبه مش اللي هو بقى بياكل النجيله ويفحط الارض فحت وبيعمل اللي ما يتعملش في الملعب. لا 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 لا. مرموش الراجل كده تقيل وهادي كده في لعبه، وراكز وراسي. مش تقيل ان هو بمعنى حركته تقيله، لا هو على فكره سريع فشخ، بس هو راسي قوي وعارف انا بعمل ايه. وهو عنده ذكاء، بمعنى ان انا عارف انا بعمل ايه عشان احط نفسي في وضعيه كويسه قدام المرمى. فجاه تلاقيني جبت جون. انت مش هتحس بيا في الملعب ان انا بعمل اللي ما بيتعملش، ولكن هتلاقيني يا اما بعمل اسيست يا اما بعمل جون. بيشتغل يعني ورك سمارت نوت هارد يا ماي فريند. اداؤه بالنسبه لي توب، الا اذا بس يعني هي كانت ناقصه الجون اللي هو جابه دوت ما يبقاش اوف سايد، فكانت هتبقى بدايه ولا اروع. ولكن هو لاعب راكز ذكي، عنده شخصيه، واللي ناقصه ان هو بس يبتدي يجيب اجوان. اما بالنسبه لخوسانوف، في الراجل دوت يعني انا صعب عليا النهارده. راجل بيلعب في قلب دفاع، يعني الغلطه عنده بتضيع هيزعل فيها. والراجل اول دقيقه او تاني دقيقه يعني لعب لعبه غلط اتسببت في جون، بعدها بدقيقتين اخد انذار عشان كان هيخش عليه جون تاني. فاللي هي مبتديه معاه غلط خالص، فربنا يكون في عونه. ولكن مع ذلك الراجل كمل الماتش، كمل الشوط الاول وخرج في اول الشوط الثاني، والجماهير حياته اللي هي بتديله ثقه يعني. وبرده مش عايزين ننسى الباكات بتاعت مانشستر سيتي، عملت ماتش فوق الرائع بزيادتين ثلاثه. جافارديول الراجل باك عصري فشيخ، طب الراجل باك ولكن عليه زيادات كده. هو كدفاع بيقفل في الدفاع كويس، كهجوم بقى بص بيعمل الراجل هجوميا بيزيد في الهجوم وبيعمل اوفرات طب، يا اما بقى بيزود وبيخش لك في قلب ال 18 كانه مهاجم رقم 9 وبيشوط وبيجيب اهداف. يعني انت فشيخ قوي، انت جامد، انت مقفل عداد يا حبيبي. دوت بالنسبه لاول باك. بالنسبه لتاني باك النونيز، الراجل ده ما اقتنعتش بيه ب 3 جنيه، عمري في حياتي ما اقتنعت بيه. ليه؟ لان هو كان بيلعب دايما في مركز نص الملعب في رقم 6 اللي هو الارتكاز، وكان بيبقى مصيبه. وما كان مثلا ما بيلعبش في الارتكاز، كان بيلعب شويه كده يعني بعد الارتكاز، يعني خط نص مهاجم سن، وبيبقى مصيبتين. فالنهارده اما رجع ولعب في مركز الباك اليمين مكان ووكر اللي مشي اللي راح الميلان، الراجل مبدع. الراجل اللي عمل ماتش فشيخ، دفاعيا جامد فشخ، هجوميا حلو قوي. يعني اتمنى من بيب جوارديولا ان هو خلاص يرجعه في المركز دوت، ويخليه الراجل دوت احسن مركز ليه في الملعب باك يمين. يعني ما تفكرش تحطه في مكان تاني غير المكان ده. وطبعا انا بقول كده من حب الكبير لمانشستر سيتي، ان الراجل مشجع مانشستر سيتي من 48 ساعه يعني. اما بالنسبه لهالاند فهو بالنسبه لي كان منقذ
مانشستر سيتي النهارده ليه الراجل بيعمل اللي ما بيتعملش؟ انت فعلا بتحس بقيمته اما يبقى في مباراه تقيله زي ديت. الراجل استلم الكره تحت ضغط مدافع كان رزل، اخدها من نص الملعب، دخل بقى لحد ال 18 وخلص 2-1. بعد كده انت زودت جبت الجون وقفلت الملعب بتاعك وقفلت السكور بتاعك وامنت عليه وروحت. فهالاند يا جدعان فشيخ، واحنا مش محتاجين نتكلم عليه. عايزه يعمله السنه دي ان هو يعدي محمد صلاح، ده اللي انا بس طالبه منه. لكن طبعا يعني انطلق واحرز اهداف وكسب السيتي عشان احنا برضو بنشجع السيتي. فانا انا محتار مع نفسي والله اعمل ايه عشان يبقى الدوري الانجليزي كالاتي: ليفربول الاول ب 22 مباراه و 53 نقطه، محمد صلاح هداف الدوري الانجليزي ب 19 هدف، والرابع مانشستر سيتي ب 22 مباراه و 41 نقطه و 18 هدف لهالاند، والتاني بعد محمد صلاح. وعندك في النص كده التاني والتالت عندك ارسنال وعندك نوتنجهام. ونخش بقى على الدوري الاسباني، ومبابي بقى سفاح في مركزه. الماتش اللي فات انا قلت خلاص الراجل ابتدى يتاقلم، الماتش دوت بقى سفاح. يعني الراجل معدل تطوره في المركز دوت رهيب، يعني بيطير كده في التطور، عمر ما شفت تطور كده. بالراحه يابا بالراحه، الراجل جايب هاتريك، اول هاتريك ليه مع ريال مدريد. يعني بسم الله الرحمن الرحيم افتتحنا النهارده خلاص اصلا شريط الهاتريكس اللي ده انتوا هتشوفوا كميه هاتريكس يعني هنتعمي. الراجل خلاص بقى بدع في مركزه الجديد مع غياب، يعني فيني مش موجود، فانت كنت ممكن ترجع مكانه. قال لك خلاص انا بقيت في المركز دوت انا مش هحله، يعني انا خلاص بقينا انا والمركز دوت بناخد على بنليف كده ولفنا على بعض كده. والراجل يعني بكل الشكوى واحترام ساب المركز بتاعه لرودريجو. قال لك خلاص يا عم العب انت اصلا بتحب المركز دوت والمركز ده بتاعك، ملهاش لازمه بقى خلاص تلعب في اليمين، خليك في الشمال وانا هلعب يا عم ايه في المركز الجديد بتاع مركز رقم 9. وجبت هدف. كيليان فشيخ يعني عشان يقود ريال مدريد للمركز الاول ويثبت المركز الاول لريال مدريد ب 49 نقطه بعد 21 مباراه، ويجي الثاني اتلتيكو مدريد ب 45 نقطه و21 مباراه، ويجي الثالث برشلونه ب 20 مباراه و35 نقطه. برشلونه بيضيع نفسه في الدوري، غريب جدا هذا البرشلونه، وهنشوف الدوري دوت هيرسى عليه. واخيرا وليس اخيرا كان معاكم زيكا. لو لسه ما عملتليش سبسكرايب على اليوتيوب فانا زعلان منك قبل ما تبقى غلطان، يعني انت غلطان فانا زعلت منك، او انا زعلان منك عشان انت غلطان. اعمل لي سبسكرايب واعمل لي لايك للفيديو لو ما عجبكش، ولو عجبك برضه اعمل لي لايك، وان شاء الله الفيديو اللي جاي هيعجبك. لو مش عندي على الفيسبوك تعالى عندي على الفيسبوك هتتبسط، هتشوف هناك ستوريات وبوستات ومقالات وكل اللي انت نفسك فيه. ها تعال، سلام.